ليالي الشتاء جميلة وتصير أجمل عندما يصاحبها فرح، فها هي ذي العائلة وكذلك الأقارب والأصدقاء يجتمعون في صالة الأعراس التي تسبق مدخل ديريك من جهة قامشلو. إنها كبيرة، فيها مسبح وأشجار وساحة للرقص، والجميع يفرح بزواج ابن عم هيلين القادم من بلاد البرد إلى بلاد الدفء. العريس يرتدي بدلة سوداء أنيقة، والعروس بلباسها الأبيض، ووجهها المنير تبدو كالقمر الذي يعلو الصالة، وأمامها الشباب والفتيات يرقصون وكأنهم كانوا ينتظرون هذا العرس كي يجتمع كل حبيب بحبيبته، فترى أحدهم بحجة الرقص يقترب من حبيبته ليعبر لها عن شوقه، وترى الآخر ماسكا بيد حبيبته يرقصان بعيدا عن أعين أهليهما. أما كبار السن فهم جالسون يقرعون الكؤوس، يغرقون في أحاديث متنوعة، فبعضهم يتحدث عن العريس ووالده وارتباطهما بمدينتهما، وأنهما بالرغم من اغترابهما منذ سنين عديدة إلا أنهما لم يقطعا صلتهما بمنبتهما، وبعضهم يتحدث عن تجارته وكيف أن الضرائب أفسدت هذه التجارة. وهناك على أحد الكراسي تجلس هيلين شاردة لا تشارك الشباب والفتيات الرقص، بالرغم من طلب صديقاتها وأمها أن تذهب لحلقة الرقص، إلا أنها بقيت كما هي، فهي تحس بأن شيئا ينقصها في داخلها، شيء ينمو ويكبر يوما بعد يوم. يبدو أن الحب تملكها حتى أنها تتخيل وتتمنى لو أنها تجلس مكان صاحبة الفستان الأبيض وجوان بجانبها. حينها الليل سيكون أجمل، وتسأل نفسها: ترى أهو نائم الآن أم لا؟ هل يفكر بي كما أفكر به وأشتاق إليه؟ كم ترغب هيلين لو أنه كان حاضرا في هذا العرس، لكانت رقصت معه وتحدت الجميع. الآن هي متيقنة بأن هذا الذي يتحرك في أعماقها هو الحب، ولكن ما لا تعرفه أن جوان لا ينقطع تفكيره بها، فها هو جالس في نافذة غرفته وهي مكان جلوسه المفضل، فجدران البيوت الطينية سميكة، يأخذ الحديد والزجاج منه عدة سنتيمترات، ويبقى حوالي نصف متر مكانا لوضع مزهرية أو نبتة، وها هو جالس كمزهرية ملتفا ببطانية يدخن وهو يتأمل القمر في هذا الليل الخالي من الغيوم. وقد أخبر والده بقصة تدخينه منذ وصوله إلى البيت في أول يوم، لأنه استفاد من تجربة أخيه الكبير الذي دخن فترة ليست بالقصيرة سرا، وهذا ما تسبب بانزعاج والده، وكانت هذه السرية تؤثر على أخيه، فكان يتوجب عليه التدخين بعيدا عن مكان وجود أبيه. أما جوان فاختصر كل شيء وصارح والده، فقال له والده: لا زلت صغيرا يا بني، سيؤثر الدخان عليك، ألا تستطيع تركه؟ فجاوبه جوان: لا والله. فرضي الأب بالأمر الواقع، سحبه للدخان عميق، وهذه هي السيجارة الخامسة، وهو لا يزال جالسا في مكانه المفضل، يتخيل نفسه مع هيلين في حرم الكلية، يحكي لها عن شوقه وحنينه، وكيف أن النوم يخاصمه وهو بعيد عنها، فترد عليه بنفس الكلام المعسول، وأنها لا تدري كيف حدث معها هذا، وهي لم تكن تعير الشباب أي اهتمام، حتى أنها كانت تظن نفسها شابا، ولكن تبقى الأنثى أنثى، تغلبها العواطف، وحب جوان غلبها، فتسأله مستغربة: أنا معروفة بين صديقاتي بأنني قوية ولا أهتم بأمور الحب، حتى أنهم يقولون لي إنك مجردة من العاطفة، فكيف أحببت؟ لا أدري. سؤال أخيه الذي قدم اليوم من الحسكة لم يتركه يرد على سؤال هيلين: حسن،
ما هذا لأجل الله؟ جوان: ماذا هناك؟ حسن. وتسأل ماذا هناك أيضا؟ ملأت الغرفة بدخانك وكأنك مدخن قديم مثلي. انظر، وكأن الغرفة امتلأت بالغيوم وقد يهطل المطر في هذا الشتاء الجاف. افتح النافذة بسرعة كي نشم هواء ربنا. ولأقدر على النوم فقد أفسدت حلمي. لقد كنت أتمشى معها وكانت ستعترف بحبها لي وتحديها لأهلها لأجل حبنا، ولكن حتى دخانك يقف حائلا بيننا. هيا افتح النافذة لربما أراها مرة أخرى. جوان: نعم يا أخي، سأفتح النافذة. ينتظر جوان حتى يخرج الدخان من الغرفة فيأوي إلى فراشه متمنيا تكملة تخيله الذي قطعه سعال أخيه. كل منهما يفكر بالآخر ولا يعلمان بأن هناك شخص آخر يفكر بهما. إنها هيفين المجروحة لا تنام من غيرتها، تكاد تجن. كم تتمنى لو أن جوان كان مقيما بالدرباسية، لوجدت 100 طريقة لرؤيته والتكلم معه. ففي أيام الثانوية لم يكن يعطيها وجها، وكان رسميا جدا لأنه كان خارجا للتو من علاقة حب فاشلة. وبعد أن جاءت فرصة هيفين للتقرب منه وهي بنت مدينته ومعه بنفس الكلية، جاءت هيلين لتفسد كل شيء. لن أدعها تفرح به، سأحرق قلبه وقلبها كما حرقا قلبي. لم أحب سواه في حياتي ولن أحب أحدا بعده، ولكن إن لم أهنأ به فلن أجعله يفرح بالتي يحبها. وهذا ليس ذنبا أرتكبه، فأكبر ذنب يقترفه القدر بحقي ألا يحبني من أعشقه. وأنا لم أنسى بعد أيام الثانوية حينما كنت أحدق بعينيه لأرى فتاته الأولى فيهما. هكذا كانت هيفين تحرق نفسها بالتفكير.